السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. طبعا زي ما احنا عارفين المسلسل خلص امبارح على سميحة وهي رايحة لعليان تطلب حق عيالها. النهاردة يا جماعة الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج، وطبعا ده الحلقة دي مثيرة جدا يا جماعة، وهيحصل فيها حاجات كتيرة، فعايزك تسمع الحلقة للنهاية بعد إذن حضرتك، عشان هيوصلك مني كل جديد في الدراما المصرية وجميع الدرامات العربية رمضان 2026. وتعالوا نشوف يا جماعة الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج. يلا بينا. سميحة راحت عند عليان وقالت له أنا عايزة حق عيالي. قال لها هو أنت مش خايفة من الفضيحة؟ قالت له لأ، أنا خايفة من اللي خلقني. لما يسألني ما خدتيش حق عيالك ليه؟ فقال لها هو عيالك لهم حق عندي؟ قالت له الحق اللي انت نهبته، وانا طول السنين اللي فاتت دي كنت ساكتة عشان خايفة من الفضيحة، ودلوقتي انا خايفة اني اقابل وجه كريم ويسألني عملتي ايه في حق عيالك وفي حق جوزك. قال لها جوزك كان فاشل وما عملش اي حاجة في حياته، وهو ده جزاتي دلوقتي ان عينتلك الواد عباس في شغلانة ما يحلمش بيها، فعايزيني دلوقتي اخد الفاشل واقتل القتلة تحت جناحي. وقال لها وهو مين يعني ستر عليكي؟ انت نسيتي ولا ايه؟ قالت له ستر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ مش انت اللي جيت لي تعيط وتقول لي انا عايز اخد ولاد اخويا تحت جناحي وقلت لي نتجوز على الورق بس؟ وانا صدقتك. وقعدت تقول له انت طول عمرك لئيم وتعبان وعمرك ما نسيت اني فضلت اخوك عليك. فقال لها يا حول الله يا رب. وقال لها يعني انا اتجوزتك غصب يا سامية؟ كل حاجة كانت بموافقتك وانا كنت صادق معاكي، لكن انت بقى اللي طلعت بقى فيها ورفضت تديني حقوقي الشرعية. سامية قالت له كداب في اصل وشك وخسيس، انا اتفقت معاك ان محدش هيلمسني بعد اخوك الله يرحمه، ولما سرقت ورث اخوك قلت كمان تسرق لحمه، وبعد كده خوفتني ان عباس كبر وهيفهم كل حاجة وهيكرهني فرحت طلقتني. عليان قال لها اخويا كان شغال عندي واللي عندي وانت مالكيش اي حاجة دلوقتي، بس انا مستعد ارضيكي عشان عظم التربة بس. سامية قالت له تراضيني؟ لا يا عليان، انا حقي هاخده كامل ومكمل، ولو ما خدتوش منك في الدنيا هاخده منك في الاخرة. وبعد كده سابته ومشيت. اما عباس فوصل كريمة لحد بيتها وبص لقى ناس بتجري في العمارة من وراه، وقعد يبص كويس عليهم، وبعد كده نادى كريمة وقال لها تعالي اركبي في كمين معمول لك. فقالت له كمين ايه بس؟ قال لها بس اركبي، اللي عاش في السجن بيحس بالتخفيلة قبل ما تحصل. وخدها في العربية وطلع على طول، وفعلا الرجالة طلعوا من العمارة وقعدوا يجروا ورا العربية. اما ام عباس فكانت قاعدة مع عايدة قالت لها ازاي تنزلي وانت تعبانة؟ قالت لها حسيت ان انا مخنوقة شوية فقلت انزل ازور الاولياء يمكن ربنا يسهلها علينا. فقالت لها لو عباس عرف انك نزلتي وانت تعبانة هيزعل منك، قومي اقلعي بسرعة قبل ما يجي. في الوقت ده عباس وصل وكان معاه كريمة، واول عباس ما شاف امه لابسة العباية قال لها هو انت لابسة العباية دي ليه؟ رايحة فين ولا جاية منين؟ قالت له لا ابدا يا ابني، انا لابساها قاعدة بيها في البيت. وقالت له هي كريمة رجعت معاك تاني ليه؟ هي نسيت حاجة؟ وقالت لها ما تقلقيش، اي حاجة نسياها، مفيش اي حاجة بتروح في البيت عندنا. عباس قال لها نسيت حاجة ايه ياما؟ ده عندها حوار عند البيت وانا قلت لها تيجي تقعد معانا النهارده. وقال لعايده قومي جيبي لاختي جلابيه تلبسها دلوقتي قبل ما نشوف بكره الصبح هنعمل ايه في الحوار اللي عندها ده. وبعد كده قال لامه تاني انت لابسه ورايحه فين؟ قالت له رايحه فين ايه بس، ما انا قاعده قدامك اهو. وقالت لكريمه هو دايما كده بيغير الحوار اللي احنا بنتكلم فيه، وسالته هي كريمه جت ليه. في الوقت ده عايدة كانت جابت لها جلابية. عباس مسكها وقال لها ايه ده؟ دي جلابية؟ قالت له اه والله جلابية. قال لها دي مفرش مالها واسعة كده. وبعد كده قال لكريمة الجلابية دي بتاعت امي ورثاها عن امها، وامها ورثاها عن واحدة جارتها. قال لها ده حوار كبير مالكيش دعوة بيه دلوقتي، وقعدوا يهزروا مع بعض. وبعد كده عباس قال لعايدة انا هطلع انام فوق واختك هتنام معاكي هنا وخلي بالك منها. وبعد كده قال لامه تاني انا نفسي افهم انت لابسه العبايه دي ليه؟ قالت له خلاص اهو ريح نفسك، وقلعت الطرحه من على راسها. وبعد كده عباس طلع شقته عشان ينام فيها. في الوقت ده علي جاله وقال له انا عايز اسالك سؤال بس مش عارف وقت دلوقتي ولا لا.
فعباس قال له انت تسأل اي سؤال عايز تسأله. فقال له مين البت الحلوة اللي اسمها كراميلا دي؟ عباس سكت. فعلي قال له اصل انا بشوفها على طول عندنا هنا. هو انت بتكرش عليها؟ قال له ايه بكرش عليها دي؟ قال له يعني كده، يعني بتحبوا بعض. عباس قال له الله يخرب بيتك، هو انا ليه قلت لك تسأل؟ قال له البنت دي بنت طيبة وبنت حلال، وقفت معايا وانا في ضيقة، ودلوقتي هي في ضيقة ولازم نقف معاها، صح ولا لا؟ قال له طبعا صح. وبعد كده قال له هو انت ليه فاكرني ان انا صغير؟ انا بفهم كل حاجة. وبعد كده قال له انا عرفت ان انت بريء من الموضوع اللي حصل، انا اسف. وبعد كده علي قال له وانا عرفت ان انت اللي انقذتني. قال له ربنا هو اللي انقذك. قال له طب ليه ما انقذش ماما واخواتي البنات؟ قال له لان عمرهم خلص لغاية كده. وبعد كده عباس سأله قول لي انت بتحب ايه؟ بتحب الكورة؟ بتحب تغني؟ بتحب ترسم؟ فعلي قال له انا بحب التصوير وبحب الثقب الاسود. قال له ايه الثقب الاسود ده؟ قال له اللي في سبايدر مان، ان واحد يلبس شخصية واحد تاني. فعباس قال له يا ريت انا وانت نقدر نعمل حاجة زي كده ونروح لزمن تاني. وقعد يقول له ان الانسان بعد ما يموت بيرمي جسمه ده وروحه هي اللي تبقى موجودة. قال له وروحه بقى تطير؟ قال له تطير. اما كريمة فكانت نايمة، وبعد كده قامت من النوم، مسكت الهدوم بتاعت عباس وقعدت تبص فيها وبعد كده تشمها. اما شداد فكان قاعد مع الحاج عليان. الحاج عليان كان بياخد العلاج. وبعد كده قال لشداد لما تدخل حاجة لازم تخلصها للآخر، وقعد ينصحه وقال له لما تكره للآخر، ولما تبقى طيب خلي الناس اللي تشوفك ملاك، ولما تبقى وحش خليهم يشوفوك اللي انت شيطان. شداد قال له وايه لازمة المحاضرة دي على الصبح؟ ايه اللي مزعلك من شداد ولي عهدك؟ فقال له البنت اللي انت واخدها عرفي تبعد عنها. فشداد قال له ايه؟ بنت مين؟ فعليان قال له جرى ايه يا ابن عليان؟ هو انا كل ما اجيب لك سيرتها تعمل لي فيها ياباني؟ البنت اللي انت واخدها عرفي، وكمان الواد علي طلعه من جواك وابعد عنه، ده هيبقى خطر علينا. شداد قال له لا علي، لا علي ده اللي انا خطفته من الدنيا، وبعدين انت عارف ظروفي وعارف اني مش بخلف، وانا بعتبر علي ده ابني وانا اللي عملته. فعليان قال له ما تخليش عندك اي نقطة ضعف، لازم تكون قوي، ما تبقاش ضعيف زي الناس اللي حوالينا. وقال له انا دوست على اخويا عشان كان هيعطلني، وانا هدوس على اي حد يقرب من المملكة اللي انا عملتها دي. علي وكريمة كانوا راكبين العربية مع عباس. كريمة بتقول لعباس انا اليومين دول هروح طنطا عشان الاحوال اللي هنا مش مظبوطة. قال لها انا هبقى اوصلك، بس قبل ما نوصل البيت عندنا مشوار لازم نعمله دلوقتي. في الوقت ده شارون كان راكب عربيته، جاله تليفون من الحاج عليان وقال له نسل عباس الريس لازم يتقطع والواد علي لازم يتقتل. فشارون قال له شداد روحه فيه، ولو عرف ان انا عملت حاجة زي كده هتبقى خراب على الكل. فالحاج عليان قال له هتبقى قضاء وقدر، وقال له محدش يقدر يقف قدام القدر، وقعد يهدده وقال له القدر هو اللي جابك في طريقنا وانا اللي عملتك، ولو ما سمعتش الكلام اللي بقوله لك انت الجاني على نفسك. شداد خاف من كلام المعلم عليان وقال له اوامر يا معلم عليان، واعتبر ان علي بن عباس الريس مات. اما عباس خد علي وكريمة وراحوا على المقابر عشان يزوروا مراته وبناته. واول ما دخل قال لهم وحشتوني، وما قدرتش اجي ازوركم اول ما طلعت من السجن لاني كنت خايف، بس الحمد لله دلوقتي ظهرت الحقيقة وما طلعتش اني خنتكم. وقعد يقول لهم انا كنت رب اسرة مخلص، عملت كل اللي اقدر عليه، بس انا اسف ما قدرتش احميكم. وقعد يقول لهم شايفين علي كبر ازاي، بقى راجل زي القمر. وقعد يقول لهم كمان انا نفسي اشوف شكلكم، يا ترى شكلكم ايه دلوقتي بعد ما كبرتوا. وقال لهم عمري ما هنساكوا، وانا هعيش عشان خاطر علي، وهعمل لكم كل اسبوع ختمة، كل اسبوع ختمة. وبعد كده عباس قعد يعيط قدام قبرهم، وكريمة وعلي قعدوا يصالحوه ويواسوه. اما شارون فراح بيسأل على عباس. ماهر الحرامي قال له انا شفته الصبح بيدور العربية وماشي، وكان معاه علي وواحدة كده غريبة عن المنطقة. جنيدي قاعد يزعق لماهر. بعد كده شداد قال له مين الواحدة دي يا جنيدي؟ جنيدي قال له معرفهاش، هي غريبة عن المنطقة. قال له طب يلا غور من هنا. وبعد كده شداد كلم شارون
وقال له عايزك تحط عينك على عباس اليومين الجايين دول، لأن عباس أصبح ثروة قومية ولازم نحافظ عليه. أما عباس فوصل عليه مدرسة اللغات وقال له خلي بالك من نفسك. علي قال له خلي بالي من نفسي ازاي، هو أنا هنط بالباراشوت؟ فعباس قال له بلاش لماضة بقى ولا. في الوقت ده عباس جاله مكالمة من يونس وسأله على القضية بتاعة عوف. أما عايدة فكانت قاعدة في البيت واختها وعيالها كانوا ماشيين. الولاد جم سلموا عليها. بعد كده عليا وقفت جنبها وسألتها اخبار شداد ايه؟ عايدة اتصدمت، قالت لها كويس. ماله يعني شداد؟ قالت لها لو في حب ولا حاجة خليه يتقدم لاخوكي، وطالما انت ساكتة كده يبقى انت بتعملي حاجة غلط، وامك مش حاملة اي خبطات، وخلي بالك من امك. عباس فراح يوصل كريمة، وبعد كده عطاها اكياس وقال لها خدي الأكياس دي خليها معاكي. قالت له ايه ده؟ الأكياس دي ليا انا؟ قال لها لا، الأكياس دي حطيها على الكرسي اللي جنبك عشان محدش يقعد جنبك. قالت له طيب يا سيدي، انا بالنسبه لك ايه؟ قال لها انت بالنسبه لي واحده مرصوده وفي عصابه بتجري وراها وانا بحاول ادافع عنها. وبعد كده قال لها خلي بالك انا بهزر، وقال لها الأكياس دي يا ست ليكي تسلي بيها وانت في الطريق، وتدخلي بزيارة عليها القيمة لما تدخلي على ابوكي. فقالت له بس الكاجو ده ابويا ما يعرفوش. قال لها يعني انا اللي عارفه؟ انا دخلت السوبر ماركت قعدت انقي وخلاص. وبعد كده عباس سلم عليها وكريمة راحت عشان تركب الباص، وقعدوا يبصوا لبعض شوية. وبعد كده عباس خد عربيته ومشى وراح على القهوة عشان يقابل المحامي ومؤمن ويونس. المحامي قال له بفضل عبقريتي خلاص هترجع الشغل بتاعك. عباس قال له مش مهم رجوع الشغل، المهم حاجة تانية. فمؤمن قال له ايه اهم من رجوعك الشغل؟ قال له موضوع التهريب. فيونس قال له تهريب ايه بس؟ قال له مش انت انا اللي جيت لي وقلت لي ان موضوع التهريب ده فيه لقمة حلوة؟ قال له اه انا اللي جيت لك وقلت لك كده. عباس قعد يسأل يونس مين اللي جالك ووسطك في موضوع التهريب ده يا يونس، ويونس كان ساكت. عباس سأله تاني فقال له صالح كنسوة. قال له يا نهار اسود، وكل السنين دي كنت ساكت مستني هسألك عشان تجاوب، ما قلتليش ليه من زمان؟ فيونس قال له اصل صالح ملهوش دعوه بالموضوع، دول ناس جم من اسكندريه يسألوا عليك فقال لهم اللي انا نسيبك هو ده الموضوع. والمحامي قاعد يقول لعباس خلاص انسى الموضوع اللي فات، الشركة ملهاش اي اثر وانت رحت الشركة ولقيتها اللي هي كوم التراب، فبلاش نفتح في المواضيع القديمة. عباس سابهم وقام، ويونس كمان قام يجري وراه وقعد يقول له ينسى المواضيع القديمة دي عشان ما يروحش في داهية. فقال له مالكش دعوة انت بالمواضيع دي، اطلع اقعد جنب مراتك فوق عشان ما فيش حاجة تلطك. أما عايدة فراحت لشداد الوكالة. شداد أول ما شافها خدها من كتفها ودخلها جوه. قال لها إيه اللي جابك هنا؟ إيه الفضايح اللي أنت بتعمليها دي؟ قالت له عليا عرفت كل حاجة وبتلقح عليا بالكلام ولازم تشوف لك حل في الموضوع ده. شداد قعد يقول لها يا بنت أنت حب حياتي. قالت له لو حب حياتك تروح تكلم أخويا عباس. قال لها ما أنا كل ما أني أكلمه يحصل مصيبة، ما أنت شايفة كل يوم بتحصل مصيبة. وقال لها بصي أنا ناوي أسافر أمريكا عشان اخد علاج جديد للخلفة عشان اخلف عيل منك واسميه عنتر بن شداد، وعنتر يجيب عنتر عشان يبقى عنتر بن شداد زي محمد هنيدي وياخد قوة ابوه وحنية وحلاوة امه. في الوقت ده عايدة قالت له انت عمال تهزر ليه كده؟ انجز بقى عشان عباس لو عرف ممكن يعمل لك حقن مجهري. وهم واقفين يتكلموا انجي جت عليهم وقالت له انا جيت في وقت مناسب ولا ايه؟ قال لها لا ابدا انت تيجي في اي وقت. عايده كانت بتطمن عليا فقالت له ان حسابها في البنك محتاج شويه تظبيطات كده، ويا ريت كمان تحط لي شويه دولارات فيه عشان عايز اعمل شوبينج. وبعد كده قالت له الست اللي بتنظف في البيت مش بتيجي بقالها فتره. فقالت لعايده ممكن تروحي عندنا البيت تنظفيه عشان انا مش بثق في حد غير في نظافتك انت. عايده تنحت من الصدمه ووقفت ساكته. وبعد انجي ما مشيت عايدة قالت لشداد هي تتجرأ تقول لي كده لو انا كنت مراتك؟ ما ترد يا دكر. وشداد قال لها وطي صوتك لانه خايف من الفضايح. اما عباس فراح لصالح وقال له انا عايزك في موضوع قديم. صالح قعد يتريق عليه وقال له ماليش في القديم، انا هنا شغال في المرسيدس، لو عايز عجلاتي روح عند البيت عندكم ممكن تلاقي واحد هناك. وقعد يضحك هو واخوه على عباس. وبعد كده قال له الناس اللي بتجيلي هنا ناس مستويات ولو شافوك هيقولوا ايه؟ فعباس قال له انا عايزك في موضوع مهم، عايزك تقول لي مين اللي زقك على يونس عشان موضوع الرشوة بتاع زمان. فصالح تنح
وقال له انا مش فاهم حاجة، اوعى تكون مشيت في سكة الادمان زي اخوك، واوعى يكون في جيبك حاجة تودينا في داهية. والواد اخو صالح قعد يقل ادبه على عباس ويقول له امشي من هنا بدل ما اضربك بالمفتاح ده. عباس قال له هو انت نسيت نفسك عشان رحت لك الجيم يومين ونسيت انا مين؟ ونهدى الضرب في اخوه، وكمان مسك صالح وموته من الضرب. وبعد كده مسك صالح وقعد يقول له انا فعلا هروح للعجلات اللي عند البيت عندنا لان شكلك محتاج نفخ. صالح قعد يقول له بقى كده يا عباس تعمل كده في اهلك وجيرانك؟ وعباس قعد يسأله على اللي حصل زمان، فقال له انا معرفش اي حاجة غير ناس جم من اسكندرية كانوا بيدوروا على يونس قريبك، فانا وصلتهم بيه وده اللي حصل، ومعرفش عنهم حاجة، والناس دي فص ملح وداب. عباس قال له لو عرفت انك بتكذب هطلع لسانك ده واقطعه لك، وسابه ومشى. والناس كانوا واقفين يتفرجوا على عباس وهو بيضرب صالح واخوه. في الوقت ده انجي قابلته وقالت له هو انت كنت بطل الخناقه دي؟ ياه كان نفسي اتفرج. قال لها ده انت رايقه قوي. قالت له طب ايه رايك نيجي نقعد في مكان مع بعض نتكلم شويه؟ قال لها مش وقته دلوقتي. وبعد كده انجي كلمت ابوها وقالت له ان شداد هيتجوز عايده بجد. فقال لها ازاي؟ قالت له لما اجي هحكي لك. كريمة رجعت بيتها وكانت فرحانة اللي هي هتقابل أبوها وأمها، وأول ما دخلت لقت شارون في وشها وقاعد يهزر مع أمها وأبوها. وأبوها قال لها الراجل ده راجل محترم جدا، تعالي يا كريمة اقعدي. فكريمة دخلت ومعبرتهوش. أبوها قال لها أنت ليه بتعاملي الراجل كده؟ شارون بيه ده راجل كويس جدا. وبعد كده شارون قال لها نقرا الفاتحة، وقعد يقول لها انا شريكي وهاخدك بشنطة هدومك. فقال لها وشنطة هدومك ليه؟ انا هجيب لك شنطة براند وهسيغك وهشتري حتة ارض هنا وابني بيت كبير واخد طنط وعمه يقعدوا معانا. يلا بقى نقرا الفاتحة. ابوها قال له فتحة ايه بس دلوقتي؟ قال له لو الفاتحة ما نفعتش تبقى على روح امي. قالت له يبقى نقراها من دلوقتي على روح امك. وكريمة قامت وسابتهم، وبعد كده فتحت له الباب عشان يخرج. ولما طلع بره مسكها من ايديها وقعد يهددها انها لازم توافق انها ترجع معاه وتتجوزه، يا اما هيموت ابوها وامها وهتبقى مقطوعه من شجره وملهاش حد في الدنيا غير شارون. وبعد كده قال لها انا عارف ان انت بتحبي واد كحيان. وبعد كده قال لها لو ما رجعتش معاه هيتخذ اللازم معاها، وسابها ومشى. اما عايده فكانت لسه مع شداد في الوكاله، وعايده عماله تكلمه على موضوع الجواز وهو يحلف لها ان هيخلص رسمي. في الوقت ده عباس دخل عليهم وقال لها عايده ايه اللي جابك هنا؟ عايده قعدت تبص له وانتهت الحلقه على كده. انتظرونا في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.